في شوية أخطاء وحقائق ديزني خبتها عننا في فيلم إليمنتال. أنا النهاردة قررت أكشف لكم كل حاجة، ركزوا معايا ويلا بينا. فاكرين العاصفة اللي دمرت بيوت عناصر النار في أرض النار؟ دي بقى تعتبر الحرب العالمية الأولى بين عناصر النار وعناصر الغيوم، وسبب الحرب دي الدخان اللي بيطلع من عناصر النار سواء منهم شخصيا أو من بيوتهم، لأن ده بيأثر على عناصر الغيوم وبيخليهم يتنفسوا بصعوبة. وده بيفسر ليه دايما بنشوف عناصر الغيوم متعصبة لما تشوف أي عنصر نار معدي من جنبها. ولو خدتوا بالكم إن شكل الاستاد بتاع الماتش اللي كان بيلعب فيه ويند بريكرز فكان على شكل إعصار، الاستاد ده يعتبر تكريم والدليل على ان عنصر الغيوم فاز على عنصر النار في الحرب. وده برضو بيفسر ليه ابو استاذ انور كان زعلان منه ورفض ان هو يرد عليه الاحترام الكبير، لان هو شايف ان ابنه تخلى عنه وعن عيلته وهرب وما حاربش معاهم عناصر الغيوم. اخدتوا بالكم من ان الورق اللي في مدينة العناصر يعتبر ووتر بروف وفاير بروف، يعني ضد المية ضد النار ضد الحشرة والصرصار، والدليل على كده ان جمرة او وادي لما بيمسكوا الورق ما بيتأثرش خالص. الحاجة الوحيدة بقى اللي بتتأثر في مدينة العناصر هي الشمسيات، وفي الحقيقة أنا معرفش ليه، بس دي تعتبر غلطة من ديزني، لأن الأولى إن الورق هو اللي يتحرق. ما سألتوش نفسكوا بقى هو الورق أصلا جه منين؟ في الواقع إن الورق اللي في مدينة العناصر مصنوع من جثث عناصر الأرض، بمعنى أصح الشجر اللي مات قبل كده، ولا وادي ولا جمرة يعرفوا إنهم ماسكين في إيديهم أجزاء من جثث جيرانهم أو صحابهم اللي من عنصر الأرض. وده بيفسر المية الكتير اللي موجودة في مدينة العناصر، دي تعتبر مية من جثث عناصر المية برضو. هيجي حد يسألني ويقول لي هو عناصر المية إزاي أصلا بيتولدوا؟ لو تفتكروا اللقطة دي اللي فيها أول موجة وصلت مدينة العناصر من المية كان في إيديهم سبت، السبت ده موجود فيه عبارة عن كور كده ميه، حاجه كده في حجم البيضه بس من الميه. هما دول بقى البيبيز او اطفال الميه. سرب السمك الشفاف اللي عدى في المشهد بتاع جمرة وهي بتشوف الفيفستيريا، خليني اصدمك واقول لك ان ده مش افتكاسات كرتون، وان في نوع سمك فعلا موجود في الواقع هو سمك شفاف. السمك ده بقى نوعه نادر جدا، ويساعدك يا هناك لو اصطدت لنا كده واحده ولا اتنين هتتحول في ثواني من شخص عادي كده زينا لملياردير مليونير، حاجه في الرينج ده. لو لقيت واحده منهم ما تبقاش تنساني بقى. القطر بتاع مدينة العناصر ما فيهوش كراسي للحوامل وكبار السن، والدليل على كده ان مدام شعلة وهي حامل قعدت على شنطة السفر بتاعتها، وده طبعا حاجة خطيرة جدا لواحدة حامل، وده اللي كان السبب في انها تتعرض لحادثة لما كانت هتنطفي. بمناسبة بقى انها كانت هتنطفي، حابة اعرفكم معلومة ان عنصر المية متنمر جدا، والراجل اللي من عنصر المية اللي كان جنب مدام شعلة كان قاصد وناوي ان هو يطفيها. حتى بص على ملامح وشه كده، ملامح كلها خباثة. دي حتى جمرة لما كانت عند عيلة وادي في البيت عمه اتنمر عليها. لازم اعترف بان لغتك واضحة جدا ومظبوطة. فاخو وادي في الخباثة كده قام قارص عمه عشان يسكت. عندي سؤال. لان هو احرج وادي جدا قدام جمرة. ده حتى لما كان بيودع وادي في المطار لما كان مسافر رسم له رسمة حزينة كده وادي فيها وحيد وبيعيط، راجل وحيد غرقان في الحزن. وهنا هو كان قصده يقلب المواجع على وادي ويضايقه. وقت الفيضان شعلة اختارت ان هي تستخبى مع جوزها وتسيب بنتها في الفيضان. دي حتى ما سألتش فيها غير بعد ما الدنيا هدت والفيضان خلص والقهوة فارت ودي جدا، والسبب انها كانت يأست من بنتها انها تتجوز حد من عنصر النار، لان دي كانت وصية جدة جمرة مامة مامتها. دي حتى شعلة كدبت عليها وقالت لها ان مستحيل ان العناصر ترتبط، خصوصا عنصر المية وعنصر النار، وده مش حقيقي، بدليل ان جمرة ووادي يعرفوا يلمسوا بعض. تعالوا بقى اقول لكم لما العناصر المختلفة بيرتبطوا بيخلفوا ايه. في نوعين من الاطفال، لو مية ونار اتجوزوا بيخلفوا بخار مية، او بمعنى اصح غيوم. النار بقى والغيوم لو اتجوزوا هيخلفوا صخور. النار والارض بقى ما ينفعوش يتجوزوا خالص. فاكرين اللقطة بتاعت القطر لما جمرة لمست حد من عنصر الأرض وولع؟ ده بقى بيفسر أنا ليه بقول لكم إن العلاقة دي مستحيلة، وده يعتبر من ضمن الأسباب اللي بتخلي جمرة دايما كانت بترفض أخبار. وبس كده، لو عاوزين جزء تاني من الحلقة دي اكتبوا لنا في الكومنتات. سلام.
والفيلم بيبدأ بإن بيكون في زوجين راكبين في مركب، ومن الواضح عليهم الإرهاق واليأس، وكمان الزوجة باين عليها كده إنها حامل. وأخيرا بيوصلوا مكان وبتكون دي مدينة العناصر، والمقصود بكلمة العناصر هنا هي عناصر الطبيعة، واللي منهم عنصر النار زي مدام شعلة وأستاذ أنور. والزوجين بيدخلوا المدينة دي وبيحاولوا يستكشفوها، ومن الواضح كده إن عنصر المية هو أكتر عنصر معمول له اعتبار في المدينة دي، وده بقى لأسباب كتير، منهم إن المية هي أول عنصر من العناصر وصل مدينة العناصر. ومش محتاجة أقول لكم بقى إن المية والنار مش بيطيقوا بعض، وهنا بتبدأ رحلة أنور وشعلة في إنهم يدوروا على بيت علشان يعيشوا فيه، بس للأسف بيتقفل في وشهم كل الأبواب لأن هم من عنصر النار، فالناس بتخاف إنهم يحرقوا لهم البيت، ما عدا بيت واحد كان بيت قديم وفاضي، واللي بالمناسبة ما كانش متين خالص، تحس كده ضربه زلزال 3 مرات قبل كده، بس هو ده اللي عجبهم وتخيلوا حياتهم فيه. وطبعا بعد التوضيب بقى حاجة تانية خالص. طلع عندهم حق بصراحة. بتعدي الأيام ومدام شعلة بتخلف بنت، طفلة جميلة واللي هيسموها جمرة، وهي دي بقى بطلة قصتنا النهاردة. بيبدأ باباها يعلمها تقاليد عناصر النار لما بتكبر شوية، وكان أول درس عن اللهب الأزرق واللي يعتبر جواه كل تقاليد عنصر النار، وكمان هو سبب قوتهم وتوهجهم. كمان باباها بيبدأ يجهز المكان علشان يفتحوا محل يخدم كل السكان من عناصر النار، واللي بيوعدها إنه هيكون ملكها لما تكبر وتبقى قد المسؤولية. كان كمان كل ما جمرة تسمع كلامه بيناديها باسم مميز جدا وهو مطيعة، وده علشان هي شاطرة جدا وبتراضي أهلها. جمرة بقى كان عندها مشكلة إنها عصبية قوي، وعشان كده باباها كان شايفها لسه مش قد المسؤولية فإنها تمسك المحل، لأنها تتعصب بسرعة على الزباين غصب عنها، لدرجة في يوم أنور قرر يسيب لها المحل تحت مسؤوليتها لمدة يوم واحد، وهو يوم التخفيضات السنوية للمحل، أو زي ما بنقول كده البلاك فرايداي. ومن كتر عصبيتها فجرت أنابيب المية اللي في المحل، واللي بالغلط عمل لها مشكلة أكبر، لأن لما الأنابيب اتفجرت سحبت معاها بالغلط مفتش عمومي من عنصر المية، واللي فضل بقى يديها مخالفات من هنا للصبح. والمخالفات دي اتسببت في ان المحل كان هيتقفل خالص، وده طبعا كافي ان يخلي باباها يغضب عليها العمر كله. بس بعد ما ترجت المفتش واللي كان اسمه وادي طلع طيب جدا وقال لها انه هيساعدها علشان تدافع عن نفسها قدام مسؤول الحي بتاعهم بتاع حي النار، بس للأسف بسبب عصبيتها في مكتبه فشلت في دي كمان. ولما بتروح البيت بتلاقي ان بيتهم غرقان مية، وأنور وشعلة بيحاولوا يحلوا المشكلة دي، وهنا قرروا يحكوا ليها لأول مرة السبب في انهم سابوا أرض النار وجم مدينة العناصر. وبداية الحكاية كانت انهم كانوا سعداء قوي في أرض النار، وكل بيت كان عنده من اللهب الأزرق، واللي كان السبب الأساسي في ارتباط عناصر النار كلهم مع بعض. بس الحياة كانت صعبة هناك شوية على أنور وشعلة، ففكر في إنه يفتح مشروع، واللي هو محل كده صغير علشان يقدر يبيع ويكسب فلوس، خصوصا إن شعلة كانت حامل كمان في جمرة، فكان مضطر يعمل كده بأسرع وقت، وحط كل الفلوس اللي حيلته في المشروع ده لحد ما جت عاصفة دمرت المكان كله. وفي اللحظة دي أنور خسر كل حاجة. ساعتها قرر يسيب أرض النار ويروح مدينة العناصر علشان يلاقي حياة أفضل ليه ولأسرته. ولكن هو قبل ما يمشي قدم لبابا الباكسو اللي هو الاحترام الكبير، أكبر تعبير عن الاحترام، وبابا ما ردلهوش الاحترام ده، واللي معناه انه رافض قرار ابنه وغضبان عليه. ودي كانت حكاية مجيهم مدينة العناصر وبناهم للمحل والبيت بتاعهم. وبعد ما خلصوا حكايتهم كان باين عليهم الحزن،
لان شقة عمرهم بيضيع منهم للمرة التانية قدام عينيهم. فجمرة حبيبتي صعبوا عليها اهلها، فوعدتهم ان مفيش حاجة وحشة تاني هتحصل في المحل ولا للهب الازرق. كانت حاسة بالذنب قوي لانها حاسة انها المسؤولة عن كل ده. تاني يوم بقى بينما كان وادي رايح مكتبه عادي جدا عشان يجيب منه حاجة، لقى جمرة قاعدة جنب باب المكتب مستنية مدير الحي علشان تحاول تقنعه انه ما يقفلش المحل. فوادي فاجئها بقى وقال لها ان نوى اللي هي مديرة الحي مش جاية النهاردة، لان فريق الكرة الهوائية اللي هي بتشجعه ويند بريكر كان عنده نهائيات البطولة النهاردة. بما ان وادي بقى عايز يساعدها لانه حاسس بالذنب لان هو السبب في المخالفات دي كلها، اداها تذكرة واخدها مع الماتش. بس ان جيت للحق انا شايفة ان ده مش وقت مناسب خالص ان حد يتكلم في حاجة مهمة زي دي مع نوى في ماتش هي بتتابعه للفريق اللي هي بتحبه. بس اقولك على حاجة، ما تيجي نشوف. واللي توقعته حصل، اتخانقوا وبهدلوا بعض وكل واحدة قللت من اهتمامات التانية سواء عن تفاهة الماتش او عن محل عيلة جمرة الخربان ده. نسيت احكي لكم عن وادي ده شخصية لطيفة جدا وحساسة قوي وبيساعد كل اللي حواليه، لدرجة وهو في الماتش واستخناقت نوى وجمرة لاحظ كده ان في لاعب في الماتش اداؤه مش قد كده النهاردة، والسبب كان ان مامته تعبانة، فهو من زعله على مامته متأثر جدا وده مأثر على اداؤه. ففي الوقت اللي الجمهور عمال يهاجم لوتس اللي هو اللاعب اللي قلت لكم عليه، وادي كان عمال يزعق بأعلى ما عنده وعمال يشجعه ويقول له كلنا بنحبك يا لوتس، وخلى الجمهور كله يهتف باسمه ويقولوا انهم بيحبوا لوتس. ومن كتر ما جمهور المايه اتأثر بكلام وادي حولوا نفسهم لموجة كبيرة جدا علشان يشجعوه، وفعلا لوتس اتحمس جدا ودغدغ الملعب وجاب شوية اجوان ما حصلتش. وهنا جمرة ظهر على وشها نظرة اعجاب بوادي ولطفته، نظرة كلها انبهار، ودي كانت بداية شرارة الحب بينهم واللي كانت جمرة بتحاول تنكرها. دي حتى نوى بنفسها قالت لهم انهم لايقين على بعض جدا. نسيت اقولك من كتر فرحة نوى بالماتش نسيت خناقتها مع جمرة وبقوا صحاب قوي قوي، واتكلموا كمان في حوار المية والمخالفات، وطلع من قوانين مدينة العناصر ان ممنوع يكون موجود مية اصلا في حي النار لان ده خطر جدا على عناصر النار. فوصلوا في الاخر لاتفاق يرضي كل الاطراف. نوى ادت لجمرة مهلة لحد يوم الجمعة، لو عرفت مصدر المية وعرفوا يقنعوا بتوع الصيانة ان هم يصلحوه هتلغي كل المخالفات، ولو ده ما حصلش محل باباها هيتقفل. بعد الماتش جمرة ووادي قرروا ان هم يتقابلوا بالليل اليوم ده علشان يبدأوا يحلوا مشكلة المية، بس طبعا من غير ما شعلة وانور يكونوا عارفين. وبالفعل قابلوا بالليل وجمرة استخدمت قوتها النارية وصنعت منطاد ضخم علشان يحاولوا يستكشفوا مصدر المية. وهم بقى رايحين في الطريق عدوا على محطة الحديقة المركزية واللي كانت جمرة ليها قصة وحكاية هناك وهي صغيرة في المكان ده، ومخبيش عليكم ما كانتش ألطف حاجة، واللي هي باختصار ان في يوم باباها وعدها انه هيوديها محطة الحديقة المركزية علشان تشوف زهرة الفيفستيريا وهي بتفتح، ودي الوردة الوحيدة اللي ممكن تفتح في اي بيئة حتى بيئة عنصر النار. وجمرة كانت متحمسة جدا لليوم ده. وهم رايحين الحديقة حراس الحديقة منعوهم وقالوا ان ممنوع على عنصر النار انه يدخل المكان ده لان خطر جدا. حتى الزوار اللي كانوا بيزوروا المكان ده فضلوا يزعقوا لجمرة وباباها ويقولوا لهم ان هم يخرجوا من الحديقة ويضايقوهم بالكلام. في اليوم ده باباها غضب جدا واتحرك قدام الناس وقدام جمرة وحس ان هو مش قد كلمته لان هو وعدها. وبعدها بكام سنة المبنى ده غرق وفرصة جمرة الوحيدة في انها تشوف الفيفستيريا بقت مستحيلة. وادي بقى صديقنا اللطيف اتعاطف معاها واحتوى الموقف وما قللش خالص من مشاعرها، وده خلى حبه في قلبها يزيد اكتر شوية كمان. اتكلمت معاه في مشكلتها مع العصبية وانها ما بتعرفش تبقى هادية، وساعدها في الموضوع ده وقال لها ان هو لما بيتعصب بيحس ان نفسه من جواه بتحاول توصل له رسالة معينة. وانتهى الحوار بانهم لقوا مكان تسريب المية وحاولوا يقفلوا مكان الفتحة دي مؤقتا لحد ما بتوع الصيانة يجوا يوم الجمعة. وجات اللحظة اللي كنا مستنينها كلنا. وادي قرر انه يعزم جمرة تخرج معاه في ديت، او بمعنى اصح يعزمها على خروجه يعني، واللي كان ردها عليه رفض بس بكسوف، بس هو كان عارف انها جايه. وقرروا يتقابلوا الساعه 3 عند المسرح الرومانسي. ولما جت الساعه 3 جمرة جريت على ميعادها. ويا جماعه الديت
كان رائع واكتر ما جمرة كانت متوقعة بكتير. ومن بعد اليوم ده كان ملاحظ التغيير على جمرة، بس تغيير للأحسن. دي حتى بقت أهدى مع الزباين ومش بتتعصب خالص. مامة جمرة بقى بتشتغل إنها بتقرا الطالع، بس مش أي طالع الحب، لدرجة إنها بتشم ريحة الحب من على بعد أميال. فخد بالك بقى لو بتحب كده ولا كده، طنط شعلة هتجيبك. وده اللي حصل مع جمرة. شمت ريحة بنتها وعرفت إنها وقع من الدور السابع في الحب، وطبعا ده كان حلم حياتها إنها تفرح ببنتها. تاني يوم بقى جمرة صحيت من النوم على شغلها في المحل، وهي بقى بتشوف شغلها المية رجعت تاني وبهدلت المحل. على دخلت بقى مندوب التوصيل كان بيوصل اوردر باسم جمرة، اوردر فازات ورد. طبعا مامتها كانت طايرة من الفرحة، بس اللي ما تعرفوهوش بقى ان مية الورد كان مستخبي فيها وادي، فجريت تستلم الاوردر طيران علشان تلحقه قبل ما اهلها يشوفوه. واللي كان جاي يبلغها ان السد اللي عملوه عشان يوقف المية انهار. ومش بس كده، كمان الناس بتوع الصيانة ما وافقوش يعملوا الصيانة. على دخلت باباها اللي قفشه وهو بيكلمه، وكمان قطع انه مفتش عمومي. كانت كل حاجة هتبوظ والمستخبي هيبان، بس وادي انقذ الموقف وقال له انه مفتش طعام، بس على مين؟ انور اصلا حس انه كذاب، فقام اكله كرات نار ملهلبة عشان يختبره. وادي بصراحة يا حرام كان صامد لحد اخر لحظة، وفعلا اكلها وعجبه اكل الناريين جدا، بس اقترح يزودها بشوية مية. وده بقى عصب انور جدا، لان هو ليه ذكريات كتير جدا مع المائيين اللي بيحاولوا يطفوا اي حاجة خاصة بالناريين. فطرد وادي من المحل وحط في البلاك ليست ومنعه من دخول المحل مرة تانية. يا حرام يا وادي، كان ممكن يتبخر. بس كله فدا عيون جمرة. وبعد ما اتطرد من المحل، جمرة اتفقت معاه انها تقابله عند شط البحر علشان يحاولوا يسدوا المية بشوية رملة. في الوقت اللي وادي بيحاول يقنع جمرة انها تصارح باباها بكل اللي حصل بدل الفرهدة دي كلها، بس جمرة كانت عند قرارها لانها حاسة من جواها بالذنب، فهي حاسة بالمسؤولية. وانهت كلامها بان هي حاسة ان شكلها مرهق ومبهدل وشكلها وحش. ورد عليها وادي برد خطف قلوبنا كلنا، كان رده ان شايف شكلها بقى احلى. في اللحظة دي جمرة اتوهجت من كتر ثقتها في نفسها اللي ردها لها وادي. اللهم وادي في حياتنا كلنا يا رب. وفجأة اثناء كلامهم لاحظوا ان الرملة ساحت وتحولت لإزاز، خصوصا لما جمرة قررت تستخدم الإزاز وتعمل منه وردة الفيفستيريا. وطقت في دماغها حتة فكرة انها تستخدم الإزاز ده وتسد بيه مخرج المية، وفعلا نجحت الخطة. ووادي وعدها انه هيخلي نوى تيجي تشوف بنفسها وتلغي كل المخالفات. ووقت ما هي كانت مبسوطة بالسد اللي هي عملته، وادي ادالها الفيفستيريا اللي كانت عاملاها على الشط، لان هو فكر انها نسيتها هناك. واللي فضلت جمرة طول الليل تفتكر في كلام وادي وتبص على الوردة وتفكر في وادي ولطفته معاها. وفجأة صوت باباها قطع حبل افكارها، واللي بلغها انه مبسوط منها قوي مؤخرا، وكمان ملاحظ ان الانبساط باين عليها وانها بقت هادية خصوصا مع الزباين. وانهى كلامه بان هو بقى شايفها شخصية مسؤولة. وطبعا احنا عارفين ده معناه ايه، هو يعني بيحاول يقول لها بطريقة غير مباشرة انه هيديها المحل. وبسرعة جمرة اخدت الفسبة بتاعتها وكانت رايحة الوادي. في اللحظة دي وهي خارجة، مامتها شمت ريحة الحب مفحفحة من بنتها اللي خارجة في نص الليل من وراهم ورايحة تقابل شاب. وفعلا جمرة وصلت وقابلت وادي، كانت رايحة تسأله عن نوى والمخالفات واللي ما كانش فيه جديد عند وادي، بس عزمها انها تتعرف على عيلته. بس مش دي المشكلة ان مامتها طلعت ماشية وراها علشان تمسكها متلبسة مع اللي بتحبه. وفعلا جمرة دخلت مع وادي، لكن مامتها حاولت تدخل ما عرفتش، لان مش مسموح لاي حد من عنصر النار انه يدخل ابراج عناصر المية من غير دعوة من السكان الاصليين. وادي عرف جمرة على عيلته واللي كانوا لطاف قوي، وعزموها كمان على العشاء. وهم بيتكلموا مع بعض وبيحكوا على الاكل، اخو وادي وقع من ايده ابريق المية الجديد بتاع مامته واتكسر. وفي لمح البصر لمت جمرة الكسور وبدأت تسيح الإزاز المكسور لحد ما عملت واحد جديد ولا كأن أي حاجة حصلت. وكلهم انبهروا بجمرة وبموهبتها الفريدة، حتى مامة وادي. وبعد العشاء قرروا يلعبوا لعبة علشان يسلوا وقتهم، لعبة العياط. وبالنسبة لعناصر المية فهم حساسين قوي ودموعهم قريبة وبيعيطوا بسهولة، فإن وادي يتحدى جمرة عشان تلعب معاه لعبة العياط حاجة عاملة كده زي إنه بيقول لها اكسبيني،
لان جمرة عمرها ما عيطت قبل كده في حياتها، خصوصا انها من عنصر النار. فوادي قرر يشغل دماغه ويستخدم الكارت اللي متأكد انه هيدخل قلب جمرة ويأثر عليها ويخليها تعيط كمان. وفعلا وادي اعترف لها بكل مشاعره بكل مصداقية، والمفاجأة ان جمرة فعلا عيطت لما تخيلت بعد كلامه الحلو ده انها نار وهو مية، ومستحيل يعرفوا يقربوا من بعض او حتى يعرفوا انهم يلمسوا بعض. وهنا كل الموجودين انبهروا بدموع جمرة على رن التليفون من نوة اللي بلغتهم خبر سعيد جدا 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 كانوا مستنينه، وهو ان كل المخالفات اتلغت والمحل بتاع باباها اخيرا مش هيتقفل. جه الوقت اللي جمرة هتودع فيه عيلة وادي وتروح على بيتها، وهي بتسلم على طنط انهار مامة وادي قالت لها انها مقدرة موهبتها الفريدة جدا في صنع الازاز، وكلمت لها واحدة صاحبتها عندها شركة كبيرة جدا بس بعيد شوية عن مدينة العناصر، وكمان اتوسطت لها عند صاحبتها انها تشغل جمرة متدربة في شركتها، وقالت لها كمان انها تحتفظ بالابريق اللي جمرة صلحته. جمرة بقى كانت بتسمع الكلمتين دول وهي سرحانة في عالم تاني خالص، وخرجت غضبانة، وده اللي خلاها تعترف لوادي بعد الحاح منه انها تشرح له هي متضايقة ليه. وكان اعترافها انها عمرها ما كان نفسها انها تمسك المحل ده، وان هو ده اللي كانت عصبيتها بتحاول تقوله لها، علشان كده خلقها ضيق مع الزباين. وقالت له كمان ان المحل ده حلم باباها، بس باباها عمره ما سألها هي نفسها تطلع ايه لما تكبر. على دخلت طنط شعلة اللي قفشتها وفرجت عليها الشارع كله، علشان اكتشفت ان ريحة الحب اللي مفحفحة منها دي هي ريحة حبها لحد من عنصر المية. وكمان قالت لها ان المية والنار عمرهم ما يرتبطوا، وتحدتها انها تثبت لها ده عن طريق انها تقرا لهم طالع بتاعهم، واللي بيتم كالتالي: بيقعدوا على ترابيزه مامتها في طرف وهي وادي في طرف، وقدامهم عودين بخور، وبترش ميه على قلب وادي وجمرة، ولازم كل واحد منهم ينور البخور بناره. ده طبعا سهل على جمرة لان هي من نار، بس وادي من ميه، هينور البخور ازاي؟ وده طبعا اللي طنط شعلة كانت مستنياه يحصل عشان تثبت لها ان مستحيل يكون الميه والنار مع بعض. بس بما ان الحب ما فيهوش مستحيل، وادي جات له فكره، وهي انه يعكس نور جمرة من خلاله وينور البخور. وفعلا جرب ونفعت، وولع البخور، ومش هتصدقوا يا جماعه دخانهم كان كبير قوي، يمكن ده اكتر دخان طنط شعلة شافته في حياتها. ولسه شعلة كانت هتقول لهم ريحة دخانهم بتقول ايه او تقرا لهم الطالع يعني، سمعوا صوت انور اللي صحي من النوم وكان هيقفشهم، وكل المستخبي كان هيبان، بس الحمد لله لحقوا نفسهم. وانور حكى لهم عن مفاجأة وانه خلاص قرر يتقاعد. ومين بقى يا ترى اللي هياخد المحل؟ جمرة. وكمان وراها هدية تحفة كان عاملها لها، وهي عبارة عن يافطة كبيرة مكتوب عليها اسمها، وحكى لها انه هيعمل احتفال كبير جدا علشان ينقل لها ملكية المحل. وطبعا جمرة كانت متضايقة جدا لكن ما بينتش ده. وبعدين اخدت بعضها تاني يوم وراحت لوادي علشان تديله الفيفستيريا اللي كانت عاملاها على الشط، اللي معناه يعني بطريقه غير مباشره انها عايزه تسيبه، بس هو تجاهل ده وقطعها وقال لها انه عاوز يوريها حاجه مهمه جدا، وطلع محضر لها حته مفاجاه. اتفق مع نوة انها تساعده يدخلوا جمرة جوه الميه علشان تشوف الفيفستيريا لاول مره في حياتها عن طريق فقاعه هواء نوة اللي هتعملها. ونفذوا الخطه، وجمرة كانت مبسوطه قوي واستمتعت جدا لدرجه انهم نسيوا نفسهم والهواء اللي في الفقاعه كان هيخلص. بس وادي لحقها وخرجوا على اخر لحظه. بعدها وادي اقنعها انهم يلمسوا بعض، بس جمرة كانت خايفه وكانت رافضه لانها خايفه تبخره او هو يطفيها، بس هو طمنها وقال لها ان مفيش مانع من المحاوله. ومش هتصدقوا لمسوا بعض لاول مره، وكانت دي احلى لحظات حياتهم. بس لان الحلم ما بيكملش، جمرة افتكرت باباها وسابت وادي وطلعت تجري على البيت. افتكرت برضو انها اصلا كانت جايه عشان تفركش مع وادي وتسيبه، وانها لازم تركز في شغلها اللي باباها اختاره لها. وادي حاول يقنعها ان ده ما ينفعش وانها لازم تفكر في نفسها شويه، بس ما فيش فايده، اللي في دماغها في دماغها. وانتهى النقاش بان جمرة فركشت مع وادي وسابته ومشيت، ووصلت الاحتفال الكبير اللي باباها كان عامله لها، وباباها اهداها مصباح مدينه النار اللي جايبه من هناك. على دخلة وادي اللي اقتحم الحفله علشان يديها اسباب علشان تفضل معاه وما تسيبهوش، واعترف لها بحبه قدام كل الناس في وسط
صدمة الحضور، واللي اولهم باباها. وشعلة اكدت لهم ان فعلا الطالع بتاعهم بيأكد انهم بيموتوا في بعض. بس طبعا انور كان مصدوم من تصرفات بنته اللي كان فاكرها قد المسؤولية. ازاي تبقى هي السبب في انها تغرق المحل وكمان بتخرج مع مائي؟ وما كان على جمرة غير انها تقول بعلو صوتها انها مش بتحبه. ووادي اتطرد من الحفلة وكانت غضبانة جدا. ووادي طبعا من كتر الزعل والاحراج، خصوصا ان وادي شخصية حساسة جدا، خرج من الحفلة في لمح البصر. اكتمل اليوم النحس ده بان باباها حرمها من المحل وغضب عليها، وهو ده اللي كان ناقص. جمرة بقى سابت البيت واخدت الفيسبا بتاعتها ومشيت وفضلت قاعدة لوحدها تفكر في علاقتها بوادي، وصراع جواها ما بين انها بتحب اهلها ومش عايزة تزعلهم، وما بين انها بتحب وادي وعايزة يبقى ليها كيانها المنفصل عن اهلها. واللي قطع كل الحوار القاسي ده بينها وبين نفسها ان السد اللي كانت عاملاه اتكسر، وفي الخلفية بقى وادي كان خلاص بيحضر نفسه ومسافر وسايب مدينة العناصر لان هو مش قادر يستنى في نفس المكان. وجمرة زعلانة منه، بس لما عرف بحوار السد ساب كل اللي في ايده وراح لها جري من غير تفكير، لان هو عارف ان هي محتاجاه في الوقت اللي جمرة بتصارع فيه الزمن علشان تلحق توصل البيت بسرعة وتحذر اهلها والجيران من المية اللي جاية في السكة. وفعلا بتوصل وبتحذرهم، بس وهي بتنقذ اللهب هينطفي وهي كمان هتنطفي. بس وادي جه في اخر لحظة علشان يساعدها، وطبعا قعد يقول لها ان هم لازم يخرجوا من المكان ده بسرعة عشان ما يحصلش اي حاجة اكبر، وان هي كمان ممكن تموت. بس هي كان كل همها انها تنقذ اللهب الازرق بتاع باباها لان هي عارفة قيمته بالنسبة لباباها. بس الاوان كان فات والباب اتقفل عليهم واتحبسوا جوه المحل. وجمرة ووادي حاولوا يكسروا الباب بكل قوتهم بس فشلوا، فكان لازم حد منهم يضحي عشان التاني يعيش. ووادي اختار انه يضحي بنفسه، اختار انه يتبخر مقابل انه يسيب جمرة تعيش ويحميها من الفيضان. ووقت ما هدي الفيضان وجت المساعدة بتاعت اهلها والجيران، جمرة حكت لهم على كل اللي حصل وعلى كل تضحيات وادي وتصرفاته الحلوة، وكمان صرحت باباها بكل اللي في قلبها، وان المحل ما كانش حلمها، وان حلمها انها تشتغل في شركة وتسافر اصلا ما تقعدش معاهم في المدينة وتحقق ذاتها. وعملت كده علشان تنفذ وصية وادي. وكمان باباها صرحها انه مش زعلان منها، وان المحل ما كانش حلو، وان جمرة هي اللي كانت حلمه انها تبقى كويسة وحياتها احسن. وكمان اعترفت لباباها بحبها لوادي. وهي تحكي ومندمجة قوي سمعت صوت عياط. ايوه يا جماعة، وادي طلع سمعهم وهو متبخر في السقف. انتوا عارفين بقى عنصر المية حساس قد ايه. فضلت جمرة تقول له حاجات تخليه يعيط اكتر لحد ما وادي اتكسف وتكون من اول وجديد. وجمرة ما كانتش مصدقة نفسها. بعد مرور شهر من الحادثة دي اخيرا جمرة بتودع اهلها وبتستعد انها تركب السفينة. وقبل ما تمشي قررت تقدم لباباها الباكسو او الاحترام الكبير، اكبر تعبير عن الاحترام. وباباها رد عليها ورد لها الاحترام. وجمرة اخدت شنطتها وطلعت السفينة. وبكده ينتهي فيلمنا النهارده. ما تنسوش تعملوا لايك وتشتركوا في القناة وتفعلوا الجرس. اكتبوا لنا في الكومنتات. سلام.